لامين يامال بآخر مباراة له جاب تقييم 10 من 10. خلونا نشوف ونكتشف شلون جاب هذا التقييم. بس قبل ما نبلش لا تنسى تتابعني أو تشترك بالقناة، وخلينا نبلش بالفيديو. اوكي خلينا نبلش. لامين يامال بهاي الفورمة الحالية حرفيا افضل لاعب بالعالم، ما حد يصله. اذا بس شوي يطور الانهاء مالته، ولو ما تجيله فرص حتى يسدد، بس يعني اذا شوي يطور روحه من ناحية الانهاء، حرفيا راح يصير لاعب متكامل. شوف هو قبل ما يستلم الكرة يعرف ايش راح يسوي بيها. مشكلة لامين يامال انه ما عنده ظهير مثل داني ألفيش وياه، يعني سكوندي حرفيا مرات يصير اثور بالملعب، ما يعرف شنو يسوي بالكرة. ما راحت الاسيست مالتي. بس ركزوا له 3 لعيب عليه، حرفيا 3 مراقبينه وما عنده مشاكل وياهم. شوف الاستلام مال كوندي، ما كوندي ظهير مو هالكذا بصراحة، لأن أصلا مو مركزه. لامين هم ما كملت. يعني حرفيا بس دا يمشي بالكرة ودا يراوغهم، شلون ما تدري، بس يعني دا يراوغهم. حلوة حلوة يا أخي، ليفا دا سكنها وسددها. فالمشكلة هي الحارس شالها. يعني حرفيا سوى كل شيء، بنى الهجمة وانطى الاسيست ورجع كملها بالتسديدة مالته، بس ما اجت هدف. لامين دائما يعيد هاي اللقطة بس ما تجي جول. تقريبا عادها ضد الانتر وبذاك اللعبة هم عادها ما اجت جول. هاي الاسيست مالته، انا عباية راح يراوغ الحارس بس انطى اسيست. اخيرا ليفا سجل هدف بدون ما يضيع، ولو هو ضيع فرصة بالشوط الاول. و حلوة والله. لامين هاي الهدف مالته تقريبا نفس الهدف مالته ضد اتلتيكو مدريد ذاك السنة. هنا عبالي دي قلد حركة امبابي، بس طلع دي قلد حركة نيمار. لامين هو السبب البنالتي. شوف شلون دا يراوغهم بهيج سهولة ما تدري. وهذا الأداء اللي قدمه لامين يامال بآخر مباراة له، وقدر يحصل منه تقييم 10 من 10. اكتبوا لي بالتعليقات هل تشوفون هذا الأداء يستاهل تقييم 10 من 10؟ لا تنسى تتابعني. سلام.